زتونة اليوم. كل حاجة في الدنيا تعود. النسكافيه اللي انت متعودة عليه تشربيه كل يوم الصبح في شغلك او في البيت، السجاير اللي انت بتشربها كل يوم حرق نفسك حرق قلبك بيها، لما بيجي رمضان كل الحاجات دي بتبطلوها. طبعا بتبقوا حاسين ان دماغكم هتنفجر وتعبانين ومش قادرين ومتعصبين، ومع الوقت بتتعودوا. كذلك على الاشخاص لما بتدخل حياتنا وتخرج من حياتنا. الناس لما بتدخل حياتنا انواع، في اللي بيكمل معانا لاخر المحطة، وفي اللي بينزل في المحطة الاولى، وفي اللي بينزل في المحطة التانية. بعدها بنبتدي نزعل ونحزن ونكتئب ونبتدي ما نثقش في الناس. وسط الكلام يا برنسيسة الجمالات، ان انتي لما بتكوني جوه الموضوع بتبقي متخيلة ان الناس دي لما تخرج من حياتك انك مش هتعرفي تعيشي، مش هتعرفي تكملي بقية حياتك عادي خالص. هتمري بالمراحل اللي انا قلتلك عليها وهتكملي حياتك عادي جدا، وهتحبي وهتتحبي وهيدخل في حياتك ناس تانية. اهم حاجة ان انتي تتعلمي من كل شخص يدخل حياتك، والاهم انك تتعلمي او تحاولي ما تتعلقيش بحد. التعلق هو اللي بيخلينا متخيلين ان هم لما يخرجوا من حياتنا ان حياتنا هتتدمر ومش هنعرف نكملها. اوعي توقفي حياتك على وجود الاشخاص او عدم وجودهم يخرجوا او يدخلوا حياتك. مع الوقت هتتعودي وهيجي ناس تانية وهتتعودي على وجودهم وهتتعودي على عدم وجودهم عادي جدا. ان انتي الاهم انتي موجودة، فتكملي لوحدك او من غيرهم انتي موجودة. اسمعي مني.